السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الأفاضل أصدقائي الأكارم. طبعا المونديال قرب، المونديال على بعد خطوات وأيام لانطلاق البطولة. يوم 20 منتخب القطر يواجه الإكوادور. طبعا اليوم راح تكون حلقة بسيطة على التوقعات بالنسبة للمنتخبات المتأهلة لكأس العالم مجموعة والأدكم من جديد. طبعا المجموعة الأولى المنتخب القطري المستضيف البطولة، يعني المنتخبات اللي تستضيف البطولة دائما مشارك بالمونديال، فالمنتخب القطري يتأهل المونديال لأول مرة بتاريخ الكرة القطرية. طبعا المنتخب الثاني المنتخب الهولندي، منتخب الإكوادور، منتخب السنغال. مجموعة متوازنة نوعا ما. المنتخب الهولندي الصوراني منتخب عريق ومتأهل لكأس العالم أكثر من مرة، صاحب يعني أكثر المنتخبات الغير محظوظة باللقب، يعني 3 مرات صعد نهائي وخسر. فالمنتخب الهولندي أتوقع أنه هو راح يصدر المجموعة، والمنتخب القطري مع الأرض والجمهور والاستضافة والحدث راح يكون نت قوي. مع ذلك أنه أنا رشح المنتخب السنغالي يتأهل ثانيا عن المجموعة الأولى. المجموعة الثانية مجموعة حديدية، إنجلترا، أمريكا، إيران، ويلز. طبعا يعني مجموعة كلش نارية. المنتخب الإنجليزي منتخب أفضل دوري بالدوريات العالم هي الدوري الإنجليزي، والدوري الإنجليزي دوري معروف. المنتخب الإيراني منتخب عنيد وشرس ومتطور، مثل ما شفناه بمونديال 2018 قدم مستويات عالية، أحرج البرتغال وإسبانيا يعني وتفوق على المغرب. المنتخب المغربي منتخب قوي، مع ذلك إيران يعني تفوقت بالمباراة. فالمنتخب الإيراني شرس يعني. المنتخب الأمريكي منتخب دائما ما يشارك بالمونديال. المنتخب الويلزي منتخب أوروبي، ونعرف المنتخبات الأوروبية يعني دائما مستوياتها متقاربة، وأقوى منتخبات بالعالم هي المنتخبات الأوروبية، فمجموعة حرجة. مع ذلك أنا أرشح المنتخب الإنجليزي أولا، وويلز راح تكون ثانيا. المجموعة الثالثة الأرجنتين، المكسيك، بولندا، السعودية. المنتخب الأرجنتيني منتخب عريق وصاحب بطولتين للمونديال عام 78 و86 بقيادة مارادونا. طبعا المنتخب الأرجنتيني مرشح أيضا للبطولة، من المرشحين للظفر من مونديال قطر. هو أتصور أنه هو المرتبة الأولى المنتخب الأرجنتيني، والمنتخب المكسيكي منتخب عنيد شرس، والمنتخب البولندي أيضا من المنتخبات القوية في قارة أوروبا، والسعودية دائما مشارك بالمونديال. فأتوقع أنه الوصافة راح تكون للمكسيك، أرجنتين أولا، المكسيك ثانيا. المجموعة الرابعة بها المنتخب الفرنسي بطل مونديال 2018 المونديال السابق، وكوكبة من النجوم بقيادة مبابي، كريم بنزيما، ديمبلي، يعني غياب بوجبا، كانتي، غيابات عندهم. بعد ذلك كوكبة النجوم كثيرة للمنتخب الفرنسي، اللي راح أتوقع أنه هو يتأهل أول على المجموعة. بها الدنمارك، بها استراليا، وبها تونس. فأتوقع أنه المنتخب الفرنسي منتخب راح يتأهل على صدارة المجموعة الرابعة. المنتخبات الباقية المنتخب التونسي يعني نتمنى له التوفيق، بس وجهة نظري المنتخب الدنماركي راح يتأهل ثانيا. المجموعة الخامسة مجموعة قوية ونارية. المنتخب الألماني بطل المونديال 4 مرات، المنتخب الإسباني بطل مونديال 2010، المنتخب الكوستاريكي منتخب طموح، والمنتخب الياباني المتمرس دائما ما يشارك بالمونديال، وكل يعني مونديال يقدم أداء جيد. وال2018 أحرج المنتخب البلجيكي، يعني بوقتها تقدم 2-0 لحد الدقيقة 70، والمنتخب البلجيكي ريمونتادا وتأهل 3-2 بالدقائق الأخيرة. فالمنتخب الياباني شرس. توقعاتي الشخصية ألمانيا راح تكون الأول، وإسبانيا راح تكون ثاني. يعني توقعي فنيا أشوف أن المنتخب الياباني استحواذ مثل المنتخب الإسباني، رغم يعني الأداء الفردي الأغلب والتكتيك المنتخب الإسباني أعلى، ومهارات اللاعبين والجودة والكواليتي. بس مع ذلك أنه أرشح ألمانيا أولا، جزء يعني فارق الأهداف بس، أو فرق يعني مباراة راح تكون قوية ندية بين ألمانيا وإسبانيا، بس أرشح ألمانيا أولا وإسبانيا المنتخب الثاني ثانيا. طبعا المجموعة السادسة طبعا بها منتخبات أيضا قوية. المنتخب البلجيكي، المنتخب الكرواتي، المنتخب المغربي الغير محظوظ للأسف. المنتخب هذا اللي أتوقع أنه مع الأسف ما عنده حظ بالقرعة، دائما هو أقوى المنتخبات العربية، بس دائما يعني يقع بمجموعة صعبة ومتمرسة. يعني
نتذكر مونديال 2018 وقع ويا اسبانيا والبرتغال وايران، وهالمره وقع ايضا ويا بلجيكا وكرواتيا، والمنتخب الكندي المنتخب الرابع. فاتمنى انه المنتخب المغربي يحقق مفاجاه. دائما المونديال لازم يطلع لك منتخبين يعني يحققون مفاجاه ويكون الحصان الاسود. فيعني نتمنى المنتخب المغربي يتاهل، بس اتوقع ان المنتخب البلجيكي راح يكون اولا والمنتخب الكرواتي ثانيا. طبعا المجموعة السابعة بها المنتخب البرازيلي، المنتخب العريق الكبير، المنتخب الوحيد الذي لم يغب عن شمس المونديال، المنتخب الذي يمتلك أكبر عدد للبطولات 5 ألقاب، 58 62 70 94 والنهائي 98 خسرين، 2006 طلع، 2002 بطل للمونديال، ف5 مرات المنتخب البرازيلي. طبعا المنتخب البرازيلي انه الصدفه انه من اخر مونديال 2002، الباقي المونديالات دائما ما يخرج 2006 2010 14 و18. المنتخب الثاني المنتخب الصربي السويسري، عندك منتخبات عنيده وشرسه. فاتوقع انه المنتخب البرازيلي يعني والمنتخب الكاميروني المنتخب الرابع. فاتوقع ان المنتخب البرازيلي راح يكون اولا، وصربيا وسويسرا. سويسرا شفنا يعني باليورو طلع المنتخب الفرنسي، صربيا منتخب شرس وعنيد يعني غلب البرتغال بتصفيات كاس العالم ذهاب واياب. فالمنتخب الصربي عنيد جدا، وسويسرا ايضا منتخب قوي. والاختيار صعب، بس ارشح المنتخب الصربي ثانيا عن المجموعه. طبعا المجموعه الثامنه والمجموعه الاخيره البرتغال، غانا، الاوروغواي، المنتخب الكوري الجنوبي. طبعا المنتخب البرتغالي كنا نعرفه منتخب عنيد وشرس ودائما المنتخبات القويه بالمونديال، ويمتلك نجوم خصوصا يعني كوكبه من نجوم رونالدو، برناردو سيلفا، يعني اغلب اللاعبين المنتخب البرتغالي يمتلكون الخبره بالمونديال. غانا منتخب شرس وعنيد، ومثل ما شفنا بال 2014 احرج منتخبات كبيره وكاد ان يصل الى نصف النهائي، ولولا لقطه سواريز الشهيره اللي طلعها بيده ومن خلالها صارت المباراة إلى ركلات الترجيح، وتأهل المنتخب الأوروغواي على حساب غانا بدور نصف النهائي، دور ربع النهائي، وتأهل المنتخب الأوروغواي نصف النهائي. هذا الكلام أيضا موجه للمنتخب الأوروغواي. المنتخب الأوروغواي دائما المنتخبات القوية والمتمردة والمتمرسة في مونديال في جميع المونديالات. فأتوقع أن المنتخب البرتغالي أولا والمنتخب الأوروغواي ثانيا. عندنا الدور 16 دور مولع نار وشرار، كلها مباريات قوية. راح نبدأ بالمباراة الأولى هولندا ويلز. الطواحين ستتجاوز المنتخب الويلزي وتتأهل إلى دور الثمانية. المباراة الثانية قمة بين قارتين، القارة الأوروبية بقيادة الدنمارك والأرجنتين قارة اللاتينية. أتوقع أنه ميسي راح تكون عنده كلمة ويأهل المنتخب الأرجنتيني. المباراة الثالثة نهائي مبكر بين ألمانيا ومنتخب كرواتيا. طبعا المنتخب الألماني أنا أتوقع أنه راح يوصل بعيد بهاي البطولة، وأتوقع أنه راح يتجاوز الكروات. المباراة الأخيرة المباراة قوية بين القارة الأمريكية اللاتينية بين البرازيل والأوروغواي، وأتوقع أن المنتخب البرازيلي سيتأهل لدور الثمانية. لا ننسى الحادثة التاريخية بال 1950 الأوروغواي في ملعب الماراكانا تفوقت على البرازيل. فأتوقع أن البرازيليين راح يجاوزون المنتخب الأوروغواي. ليزي يصطدم بالمنتخب السنغالي العنيد بقيادة ساديو ماني وكوليبالي. طبعا المنتخب السنغالي ممكن يعمل مفاجأة ويتأهل على إنجلترا، بس أتوقع المنتخب الإنجليزي سيتجاوز السنغال ويتأهل إلى دور الثمانية. أيضا عندنا مباراة قوية ومثيرة بين المنتخب الفرنسي بطل العالم 2018 ومنتخب المكسيك العنيد الشرس. أتوقع أنه راح تكون مباراة صعبة للفرنسيين، مع ذلك أتوقع أن الفرنسيين سيتجاوزون المكسيك ويتأهلون إلى دور الثمانية. المباراة قمة أوروبية خالصة بين الإسبان والمنتخب البلجيكي. الإسبان بقيادة لويس أنريكي، وأنريكي بطموح لاعبين الشباب. فأتوقع أنه راح تكون مباراة قوية ومثيرة، وأتوقع أن المنتخب الإسباني سيتأهل إلى دور الثمانية أيضا. قمة القمم المباراة الأخيرة في دور 16 المنتخب البرتغالي يصطدم مجددا بالمنتخب الصربي بعدما التقوا في تصفيات المونديال وتفوق الصرب في المباراتان.
فالمباراتان يعني صربيا راح تكون مباراة قوية وممتعة، بس اتوقع انه البرتغال راح يتأهل على صربيا هذه المرة ويتأهل الى دور الثمانية. قمة المباريات المنتخب الارجنتيني يصطدم مع المنتخب الهولندي الطواحين في مباراة راح تكون يعني مثيرة قوية. حقيقة التوقع بهاي المباراة صعب، يعني ميسي ونجوم الأرجنتين يصطدمون بالمنتخب الهولندي، المنتخب القوي الجميل المثير، المنتخب الغير محظوظ الذي لم يوفق في 3 نهائيات سابقة في المونديال. فأتوقع مع ذلك أن الأرجنتين ستتأهل أيضا إلى دور النصف النهائي. في المباراة الثانية قمة القمم هي برازيل وألمانيا. البرازيل متوجة بمونديال 5 مرات والألمان 4 مرات، وكنا نتذكر الحادثة الشهيرة ب7 أهداف. فأتوقع أن البرازيل هالمرة راح تنتصر على ألمانيا وتتأهل إلى دور النصف النهائي. فحقيقة مباريات قوية وصعب التوقع بها، مع ذلك أتوقع أنه الأرجنتين والبرازيل راح تكون عندهم كلمتهم بهذا المونديال. الإنجليزي يصطدم بالفرنسيين، حقيقة مباراة قوية، ويعني والله احنا كلهم قويات، يعني ما حد يسولف. المنتخب الإنجليزي يصطدم مع المنتخب الفرنسي، مباراة قوية ومثيرة. أتوقع أن المنتخب الفرنسي سيتجاوز الإنجليز ويتأهلون إلى دور النصف النهائي. المباراة الثانية المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي. الطموح مع الخبرة. المنتخب الإسباني منتخب طموح يمتلك لاعبين شباب على مستوى عالي، وكذلك المنتخب البرتغالي اللي يمتلك لاعبين على مستوى عالي وأصحاب خبرة. يعني مباراة حتكون قوية، كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي. فأتصور أنه المنتخب البرتغالي راح يتغلب على المنتخب الإسباني ويتأهل إلى دور النصف النهائي. النهائي راح يكون مولع، يعني البرازيل والأرجنتين وفرنسا والبرتغال. مباراة يعني صعبة، حقيقة صعبة انه تتوقع بها، لان هاي المباراة راح تلعب عليه جزئيات بسيطة. فأصور انه الجزئيات البسيطة يعني ممكن هي سبب انتصار اي من المنتخبين. بس اتوقع انه المنتخب البرازيلي سيتأهل الى النهائي. المنتخب البرازيلي راح يواجه المنتخب الثاني اللي هو المنتخب الفرنسي الذي سيتغلب على المنتخب البرتغالي. حقيقة النصف نهائي نصف مولع. والمباراة النهائية بين فرنسا والبرازيل، يعني أنا كنت أتوقع أن البرازيل إذا لم تواجه فرنسا ستحصل على البطولة. البرازيل إن لم تواجه فرنسا ستحصل على البطولة، إلا إذا واجهت فرنسا في النهائي إنها سوف تخسر. وهاي حقيقة نهائي 98 يعني ممكن ينعاد سنة 2022. فأتوقع أن المنتخب الفرنسي إذا تأهل إلى النهائي سيحصد البطولة الثالثة له.